السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد من قناة الطب البديل. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم وصفة هايلة جدا لتسمين الخدود. طبعا تسمين الخدود وتسمين الوجه عامة بيدي شباب اكتر. يعني لما بتكون الواحدة وشها مليان والخدود عندها مليانة ومشدودة، طبعا بيدي سن اصغر من واحدة ما عندهاش خدود او وشها رفيع، وبيدي منظر جمالي طبعا اكتر للوجه لما بيكون عندي خدود مليانه. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه هايله جدا بمكونات سهله وبسيطه. هنعمل وصفتين مش وصفه واحده، بمكونات سهله وبسيطه متواجده في البيت ان شاء الله. اول وصفه معانا هنعملها، عندنا هنا جليسرين وعندنا ماء الورد. هنستخدمها ازاي وهنعملها ازاي؟ اول حاجه نجيب الطبق كده، وهناخد كميات متساوية من الجليسرين وماء الورد. يعني هناخد معلقة من ده ومعلقة من ده. نفتح اول حاجة الجليسرين كده، واحط معلقة من الجليسرين، معلقة جليسرين زي ما انتم شايفين. هحط عليها معلقة من ماء الورد، كده معلقة جليسرين ومعلقة ماء. خدنا كميات متساوية من الجليسرين وماء الورد، نخلطهم كويس كده. طبعا المكونات بتاعتنا مش بس مفيدة لتسمين الخدود، كمان بتفتح وبتنعم البشرة. يعني هنستفاد منها في كذا حاجة مش حاجة واحدة. كده قلبناهم كويس. هنستخدمهم ازاي؟ قبل النوم بتفركي بيهم الخدود كويس وبتسيبيهم على الخدود الليل كله. بتعملي العملية دي كل يوم قبل ما تنامي. يعني الوصفة دي بتتعمل يوميا قبل النوم، بتفركي الخدود بيها كويس وبعد كده بتسيبيها وتنامي. تيجي الصبح بتشطفي الخدود بالمية الدافية وتعمليها كل يوم زي ما قلنا. ايه الوصفة التانية نعملها ازاي وايه مكوناتها؟ نحط دي كده على جنب ونشوف ايه الوصفة التانية. الوصفة التانية وهي الصبار. هنجيب الصبار زي ما انتوا شايفين، ادي الصبار معانا. هنستخدمه ازاي؟ بناخد هلام الصبار اللي بيبقى جوه الصبار وهنعمله بالشكل ده. انا جهزته بس علشان وقت الفيديو. ده هلام الصبار اللي طلعناه من الصبارايه دي. طبعا بنكون غاسلين الصبارايه كويس ونقشرها ونطلع منها الهلام ده زي ما انتوا شايفين. بنستخدمه ازاي؟ طبعا الهلام ده بتحطيه على الخدود وبتفضلي تفركي بيه الخدود لمدة 10 دقايق، وبعد كده بتسيبيه عليها. بعد ما تفركيه على الخدود 10 دقايق وتفضلي تفركي بيه الخدود، بتسيبيه عليها 10 دقايق تانية، وبعد كده بتشطفيه بالمية الدافية. وكمان بتعملي الصبار ده كل يوم زي الوصفة الاولى. يعني ده بتعمل كل يوم وده بتعمل كل يوم. ليكي الخيار تستخدمي الوصفة اللي تشوفيها مناسبة ليكي واللي تشوفيها سهلة. يبقى ده كان معانا الجليسرين وماء الورد. وطبعا الجليسرين وماء الورد هايل جدا هايل جدا لتسمين الخدود، وكمان بينعم فتح البشرة زي ما قلنا. وهلام الصبار كمان زي ما قلنا بيسمن الخدود وكمان بيشد البشرة، مش بس بيسمن الخدود. ودي كانت الوصفات النهارده. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط عليكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك علشان تشجعوني. ولو كنت جديده في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل علامه الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناه الطب البديل. واشوفكم على خير حبايبي، فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.